برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. حلقة اليوم مشاهدينا نخصصها بالكامل للحديث عن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية. الحقيقة مدينة شرم الشيخ هي مدينة السلام واللي شهدت أحداث كثيرة، حتى أحداث سينمائية أقيم على أرضها من قبل مهرجان دولي للسينما ومهرجان للسينما الآسيوية، والسنة دي هيكون في مهرجان للسينما العربية. المهرجان مشاهدينا بتنظمه مؤسسة إبداع للثقافة والفنون، وهي مؤسسة قامت بنشاط ثقافي وبتنظم هذا المهرجان، وبطبيعة الحال هي يعني مؤسسة أو جمعية غير هادفة للربح وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي. برحب النهاردة مشاهدينا في حلقة اليوم بمديرة المهرجان، وهي أستاذة السيناريو في المعهد العالي للسينما الدكتورة ثناء هاشم. أهلا بك يا دكتورة. اهلا وسهلا بسام. ومعنا أيضا مشاهدينا في هذه الحلقة عضو مؤسس في جمعية إبداع، وهو أيضا المدير المالي والإداري لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية الأستاذ فهمي فؤاد. أهلا بك يا أستاذ اهلا فهمي. بيك. منورين ومبروك مقدما، يعني مبروك لينا كلنا. الحقيقة لما بيكون في أي حدث ثقافي أو سينمائي على أرض مصر دي مسألة غاية في الأهمية، لأن الثقافة هي رهان الجد، وأن السينما أداة من أدوات التغيير والحراك المجتمعي. قد ايه فكره وجود يا دكتوره ثناء ويا استاذ فهمي مهرجان سينمائي متخصص، او التيمه بتاعته السنه دي مهرجان للسينما العربيه على ارض شرم الشيخ؟ الاول بشكر حضرتك على لا شكر على واجب. الاستضافه الكريمه دي نورتي تلفزيون بلدي. شكرا جزيلا استاذ فهمي. الحقيقه ان احنا يعني لما فكرنا نعمل مهرجان للسينما العربيه كانت الفكره بالاساس راجعه لان احنا ما عندناش مهرجان متخصص بيهتم او بيعرض المنتوج العربي السينمائي. يمكن عندنا مهرجانات بتعرض الافلام العربيه جوه مسابقات دوليه وافلام اجنبيه من كل انحاء العالم، انما الاهتمام بالسينما العربيه خصوصا ان السينما العربيه يعني مصر هي من كانت ملهمه، من اقدم سينمات العالم طبعا. والحقيقه ان الدول العربيه كان فيها سينمات كتير نشأت، لكن يعني المدهش ان كلها نشأت كعمل وطني في بلادها، زي الجزائر وزي العراق وزي المغرب وزي فلسطين وزي سوريا. ان احنا نقدر نعمل تاني سينما ما تكونش ناطقة فقط بالعربية، تبقى فعلا مهتمة بالواقع العربي، بالقضايا العربية، بالتراث، بالهوية. ده هدف المهرجان بالأساس، مش بس عرض الأفلام لكن دعم الأفلام وعمل شراكات مع الدول العربية زي ما بيحصل في أوروبا، ملتقى ما بين السينمائيين العرب. ممكن نقدر كمان نعمل زي ورش مشتركة ما بين وده الصناع. مخطط ليه في دورة السنة دي، هيكون في ورش. وطبعا مصر كحاضنة لكل هذه الدول العربية ولتجاربها، سواء الوليدة الناشئة أو التجارب، يعني في دول ليها باع طويل في السينما زي لبنان، المغرب، الجزائر، لكن في دول أيضا حديثة العهد بالسينما. أظن يعني السعودية خطت خطوات جادة يعني في اتجاه السينما، وايضا العراق. انا سمعت ان في افلام هتكون مشاركه يا دكتوره من السعوديه والعراق، والدول اللي يعني السينما فيها لسه ناشئه. احنا عندنا اكتر من 17 او 18 دولة، العراق والمغرب وموريتانيا وقطر وسوريا وفلسطين وعندنا من الامارات، وطبعا السعودية ممثلة بشكل كبير جدا. لا عندنا عدد كبير من الافلام، والاردن وليبيا، عندنا فيلمين ليبيا. اذا مصر كحاضنة لكل هذه التجارب، سواء الناشئه او تحديدا التجارب الناشئه، دي مساله مهمه. ان مصر اكثر من 100 سنه سينما، لما ترعى مهرجان للسينما العربيه والتجارب العربيه الوليده يعني تجد موطئ قدم وتعرض على ارض مصر، اظن دي مساله مهمه. طبعا مهمه جدا. تمام. طيب فيما يخص مؤسسه ابداع يا استاذ فهمي، يعني هي مؤسسه انشئت سنه 2021، اظن كان ليها نشاط قبل كده، اقامت اسبوع، اظن اسبوع سينمائي. يا ريت تفكرنا بس، هذا الاسبوع يعني كان العروض كانت في دار الاوبرا المصريه ولا كانت فين بالظبط؟ هو كان عروض، يعني مؤسسة إبداع أنشئت في 2021 للثقافة والفنون، وغرضها الأساسي هو رعاية النشاط الثقافي والفني وخلق حالة من حالات التعاون المشترك بين البلاد،
واول حاجه اخترناها ان يكون التعاون بيننا وبين البلاد العربيه، نظرا ان احنا بقى لنا فتره طويله ما فيش انشطه ثقافيه وفنيه مشتركه بين الدول العربيه، وتقريبا شبه متوقفه، زي ما كان بيحصل مثلا مهرجان الاذاعه والتلفزيون للمبدعين العرب، مهرجان الاغنيه العربيه. القصه انك انت تعمل حاله من حالات الحراك الثقافي والفني ما بين دول انت بينك وبينهم اشياء مشتركه. ده بيخلق حاله من حالات التعاون، اهم كمان من الوحدات السياسيه، لان وحده المثقفين مع بعضهم في البلاد صحيح. العربيه شيء الفن مهم. دايما يصلح ما تفسده السياسة. لان دي وحده للعقول صحيح. وليست وحده للمصالح، وحده للمفكرين، وحده للمبدعين. صحيح. فهذا يخلق حاله من حالات التناغم، بينعكس على حاله تناغم سياسي ايضا من البلاد اللي انت انشات منها، صح. ما هي منها القوى الناعمة، حوار السينما وطن، والثقافة هي حوار القوى الناعمة. ثقافي وفني ورياضي وموسيقي وخصوصا ان في وحده ثقافيه بيننا وبين البلاد، فبالتالي هذا الوحده هتؤثر ايجابيا على حاله التعاون بين الشعوب العربيه بينها وبين بعضها، وخصوصا ان احنا كمان بنستهدف الفئات الصغيره السن، نظرا ان احنا لسه بادئين حديثا، فاحنا نعتبر مهرجان صغير. المهرجانات الكبيره واحنا من غير تسميه بتختص اصلا الشركات الانتاج الكبيره والنجوم الكبار والمخرجين الكبار. انما انا باجي بشتغل انا كمهرجان صغير، مطلوب ان انا اشتغل برضو على الجزء الصغير، هو طلبه معهد سينما، لان دول هيبقوا هم المبدعين اللي بيقودوا صحيح. السينما في هم بلادهم. هم رهان الغد. التجارب الناشئه للشباب، ان انا ده دورنا كمهرجان صغير احنا بادئين فيه، ان احنا نعمل هذا الحاله من التعاون حتى بين المبدعين الشباب الصغيرين في العرب، وبين الفنانين. جميل. اللي هم مش لازم يكونوا نجوم كبار، لان مقدره المهرجان هتكون ان احنا عايزين نشتغل على الشباب، وعايزين نشتغل على السينما اللي هي المستقله الشابه، وعايزين نشتغل على اللي احنا بنبقى عايزينه. دكتورة ثناء، أنا سمعت إنه في بالفعل زي ما قال أستاذ فهمي اهتمام بالطلاب والشباب، وسمعت إن في مسابقة مخصصة للطلاب، وإنها هتكون ليها كمان جوائز مادية لتشجيع الشباب والطلاب. هو الحقيقة ان موضوع مسابقات الطلاب دي مش جديد على مهرجان شرم الشيخ. طبعا يعني احنا معهد السينما في مصر هو المعهد تقريبا الوحيد في الشرق الاوسط اللي بيدرس سينما بشكل نظامي، لكن ده كان في فترة من الفترات. دلوقتي بقت في معاهد وجامعات واماكن بتدرس سينما مش زي زمان. ما كان زمان يمكن معهد السينما في مصر هو الوحيد اللي بيدرس سينما نتيجة للتقنيات القديمة والخام والكاميرات. دلوقتي بقى تدريس السينما شايع وسهل. الاهتمام بدارسي يعني السينما، هو مفهوم الطلاب بالنسبه لاي مسابقه مش ان هو يبقى صغير السن او قاعد لسه بيتعلم، ممكن يبقى حد غير كارير وبيدرس سينما هاوي. فاحنا مفهوم يعني مسابقه دارسي وطلاب السينما اوسع شويه من انه يبقى صغير وبيدرس بشكل نظامي في مدرسه او في كليه او في معهد ليه علاقه بالسينما. احنا عندنا 4 مسابقات: مسابقة الأفلام الطويلة التسجيلية والروائية، مسابقة الأفلام القصيرة التسجيلية والروائية، ومسابقة التحريك والطلاب. فصلنا مسابقة الطلاب عن الروائية القصيرة لأني أنا ما أقدرش أقيم طالب بيدرس سينما زي المحترف، لأن الأفلام القصيرة في صناع سينما محترفين بيمارسوها طبعا طبعا، وفي انتاج ضخم بره للافلام القصيره بيبقى مكلف. طبعا. فده نوع وفي من مهرجانات العناية. متخصصه للافلام القصيره زي كلارمون فيرون في فرنسا، مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيليه والقصيره. والحقيقه دكتوره ثناء كان عندك تصريح لفت نظري، قلتي انه في اهتمام كبير حاليا بالفيلم القصير، واهتمام بشكل شخصي من حضرتك، لانه الفيلم القصير بقى اكثر ثراء، وفي موضوعاته اكثر طزاجه واكثر تكثيفا في توصيل المعنى. فانا حاسه ان انت منحازه للفيلم القصير.
الفيلم القصير بيظن ان هو تجربه لم تكتمل. تجربه يعني فيلم مثلا كان هيبقى طويل وبقى ما كملش. الحقيقه هو الموضوع بيبقى كمان غير كده، يعني هو بيعتبر ان المخرج نفسه وهو بيشتغل فيلم قصير ان هو بيعمل فيلم قصير على ما يقدر يعمل فيلم طويل. والحقيقه ان زي العالم ما نفس بيفكرش الاشكاليه كده. بتاعت القصه القصيره والروايه، بالظبط. نفس الاشكاليه. تمام. نتيجة لأن الملمح التجاري دلوقتي بقى غالب على السينما والتوزيع ليه متطلبات، فالفيلم القصير هو إبداعية من نوع خاص. صحيح. والحقيقة وابداع مكتمل في ذاته. حقيقي يعني الحقيقة إن صانع الفيلم القصير عنده مساحة من البلاغة السينمائية. صحيح. والتجريب والتكثيف. وهناك مهارة في الاختزال والاقتصاد كل ده مش بيدركوا قوي صناع الأفلام القصيرة. هم بيعتبروا إن دي مساحة من التجريب أسهل إلى أن يخوض تجربة يعني أكثر عمقا وأكثر احترافية في الفيلم الطويل. فزي ما حضرتك تفضلتي ان بقى العالم دلوقتي بيعمل مهرجانات مستقله للفيلم القصير. صحيح. المدهش كمان بقى ان افلام الطلاب بتبقى اكثر طزاجه واكثر براءه. صحيح. واكثر اقترابا من الذات، وده موضوع الفيلم القصير بالاساس. فيعني الحقيقه انا مش بس منحازه، يعني انا كمان دشنت تدريس سيناريو الفيلم القصير، لان اكتشفت ان ما حدش بيعرف يشتغل فيلم قصير بشكل علمي. فيلم قصير له أسس وخصائص علمية، مش مجرد ان الفيلم يبقى قصير يعني او الفكره بكشكشها فتبقى فيلم طويل او افردها يعني هتبقى فيلم قصير او افردها تبقى طويل. ده مش صحيح تماما. وفي دلوقتي كمان الفيلم اللي بقى مدته ساعه واحده بس، طب ده اصنفه ايه؟ ده يعني متوسط الطول بالظبط. يعني هو يعني التصنيف وفقا للمده ملوش علاقه، لانه الفن لا يقاس بعدد الدقائق. يعني فعلا الفيلم القصير فن مكتمل بذاته، زي ما القصه القصيره فن مكتمل بذاته، وكان لها امير للقصه القصيره زي يوسف ادريس. والحقيقه الكثير من قصصه تحولت لمشاريع تخرج في معهد السينما. يعني كان يعني يوسف ادريس يعني طلاب معهد السينما ما شاء الله تقريبا اغلب قصصه تحولت لافلام قصيره، خصوصا مشاريع التخرج. يعني حضرتك استاذه في معهد السينما، مشاريع التخرج هي افلام قصيره. هو الحقيقة يوسف إدريس كان ليه يعني ليه حظ، أو إحنا لينا حظ إن أفلامنا القديمة كانت أغلب حتى الأساتذة اللي موجودين دلوقتي في معهد السينما أغلبهم اشتغل على قصص يوسف إدريس. يمكن دلوقتي لأن الشباب الجديد مش بيقرأ بكثافة، بس مجرد ما يعني إحنا كان عندنا طالبة كانت عاملة من 3 سنين فيلم عن يوسف إدريس. الحقيقة بيلجأ عن قصة ليوسف إدريس، بيلجأ ليوسف إدريس بقى القراء. فهو للأسف طبعا على فكرة يعني فترة طويلة المعهد كان بيشتغل على الادابتيشن وعلى قصص قصيرة، مش بس ليوسف إدريس، على الأدب عموما. على الأدب عموما في الأفلام القصيرة تحديدا يعني. وده مهم أظن دلوقتي قليل إبراهيم أصلان برضو يعني قصص قصيرة ليه اتعملت. وفي مشروعات الفيلم الطويل في قسم السيناريو كتير اشتغلوا على روايات مثلا زي البساطي اتعملت الخلدية عندنا، أحلام مستغنمي عندنا في بنت عملت عن الرواية بتاعت رضوى عاشور الطنطورية. احنا يعني اللجوء للأدب يعني اتعمل بكثافة أو مورس بكثافة في المعهد. طيب أستاذ فهمي، بالنسبة بقى لمدينة شرم الشيخ، اختيارها على وجه التحديد لإقامة المهرجان للسينما العربية، وطبعا المدينة مشتهرة عالميا، مدينة ساحلية جميلة، هي مدينة السلام، عقدت فيها مؤتمرات مهمة ومؤتمرات للشباب أيضا، وعقدت فيها مهرجانات سينما شرم الشيخ للسينما الآسيوية، والسنة دي هيكون مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية. اختيار مدينة شرم الشيخ على وجه التحديد قد إيه مهم، وحيثيات الاختيار؟ هو حيثيات الاختيار مش لقضية مدينة شرم الشيخ بوجه عام، لكن فكرة توزيع العدالة الثقافية على محافظات مصر. صحيح. لأن فكرة العدالة إن المواطن يحصل على نفس الخدمة الثقافية زي اللي في القاهرة، زي اللي في المنيا، زي اللي في أسوان، زي اللي في الأقصر. فمن غير المعقول ان كل الاحداث الثقافيه والثقافيه تبقى متجمعه في القاهره. فبالتالي لازم اخلق حاله من حالات العداله الثقافيه والفنيه، بحيث ان المواطن في كل حته ارض عايش فيها، في اسكندريه، في الاقصر، في المنيا، يجد حدث ثقافي يسريه فنيا ويرضيه
ومن هنا جاي فكره ان وزاره الثقافه من خلال المهرجانات قررت ان هي توزع المهرجانات السينمائيه المتعدده في صحيح. كل مهرجان حسب لجنة المهرجانات كمان صحيح. كل مهرجان حسب الاهميه. مثلا مهرجان مثلا السينما الافريقيه كان من المنطقي يبقى في الجنوب في الصعيد مثلا، او مثلا لو حبينا نعمل مهرجان سيمبوزيوم عشان النحت من طبيعي هيبقى في أسوان. اسوان. وبالتالي لما هنيجي عايزين نشتغل على السينما العربيه بناخد اقرب نقطه يعني تكون مثلا مدينه شرم الشيخ، خصوصا ان مدينه شرم الشيخ، وبالتالي جاء اختيار مدينه شرم الشيخ علشان هي مركز قريب من الدول العربيه، خصوصا ان ده مهرجان للسينما العربيه. وفي نفس الوقت المدينه كمدينه شرم الشيخ هي مدينه بتستضيف كثير من المنتديات الثقافيه والفنيه والطبيه وموضوع على الخريطة العالمية ومحطوطه السياحية. على الخريطه العالميه السياحيه. فاحنا برضو بنحاول ان احنا نشارك في هذه تنشيط السياحة. التنشيط السياحي في هذه المدينه، ان احنا نعمل المهرجان في مدينه شرم وفي الشيخ. قارة آسيا كمان، فقريبة من السعودية، من الأردن، من فلسطين. قريبه. هو ده بس. سبب اختيار شرم الشيخ في المرحله دي العمل فيها مهرجان للسينما العربيه يعني. تمام. دكتورة ثناء، في موائد مستديرة سمعت هيكون في المهرجان، هيكون في ماستر كلاس، يعني يا ريت ده غير الورش طبعا، قلت لنا هيكون في ورش لتعليم السينما لغير المحترفين او للهواة، هيكون في ورش لتعلم السينما. هو الحقيقة يعني عطفا على كلام الأستاذ فهمي، هي شرم الشيخ تحديدا مدينة ليها طابع مختلف شوية. يعني مدينة سياحية، واخدة طابع سياحي أكتر ما هو واخدة يعني البيئة فيها أو البشر اللي عايشين فيها يمكن ما يكونوش يعني محفزين. يعني دايما حتى لما يتقالك طب بتعمل مهرجان سينما في شرم الشيخ، طب انت بتعمله لمين؟ على اعتبار ان اغلب الناس الموجودين في شرم الشيخ هم بيشتغلوا، هم بيعملوا بالسياحة. ما بالعكس، ده معناه ان من كل اقاليم مصر يعني شباب اتجمعوا في شرم الشيخ عشان يشتغلوا فيها. المدهش بقى ان احنا كان لينا تجربه سابقه في اخر دوره المهرجان شرم الشيخ، يعني اللي كان للسينما الاسيويه. السينما الاسيويه. كان لينا حظ ان احنا اشتغلنا، عملنا ورش هناك للفيلم ميكنج. اكتشفنا ان شرم الشيخ اهلها يعني جم اشتركوا في الورش وعملوا افلام عن البيئه بتاعتهم. اهل شرم الشيخ في ناس عايشه بقى لها سنين، صحيح، وفي ناس مقيمه، اصبحت شرم الشيخ يعني في امتداد، في ظهير من السكان في شرم الشيخ. فما كان يظن على ان شرم الشيخ ما فيهاش بشر او ما فيهاش ناس عايشه او ناس ممكن تهتم بالسينما، اكتشفنا ده غير صحيح. وبالتالي فكره الموائد وفكره الندوات وفكرة الورش اللي بتتعمل مش بس لصناع السينما المبتدئين، لا للهواة كمان ولسكان شرم الشيخ. فده بعد تاني الحقيقة احنا نفسنا يتطور. واحنا فكرة الورشة اولا المعمولة اللي هي الغير المحترفين بالاساس مستهدفة المقيمين في شرم الشيخ. الله. فالحاجة التانية ما يخص الندوات. السينما هي يعني هي عمل يعني عمل فكري بالاساس، قبل ما تكون عمل ذهني، قبل ما تكون تقنيات او جماليات او ابداعيه. فبالتالي ربطها بالثقافه امر شديد الاهميه، لان مش ممكن حد هيعمل سينما ويكون جاهل، مثلا جاهل بالتراث الادبي او حتى ما عندوش صله بالواقع. احنا عندنا احتفاليه مهمه جدا تخص طه حسين واعماله. طب يعني لماذا طه حسين تم اختياره على وجه التحديد؟ لان يعني في مناسبه يعني 50 سنه على 50 وفاته. سنه على وفاه طه حسين دلوقتي يعني. صحيح. فبالتالي يعني فكره الاحتفاء بيه وبالاعمال بتاعته اللي اتعملت في السينما ونقلها على مستوى والسينما خدت كتير من الادب ومن طه حسين على وجه التحديد. وهي كانت فرصه ان الاجيال الجديده اللي موجودين سواء طلاب او صناع افلام او حتى ناس من دول عربيه تعرفوا على شخصيه مرموقه عظيمه زي طه حسين في عميد الادب العربي يعني. الحاجه الثانيه احنا بنحتفل بعادل امام 60 عام على الله. على ممارسته للفن والابداع.
عادل امام الحقيقه ظاهره فنيه محدش يقدر ينكر ان هو وجوده وامتداده ونجوميته الممتده دي فيها شيء لافت وغير طبيعي، يمكن ما حصلتش ومش بس في الكوميديا، ده لا، صحيح. على مستويات كتير. صحيح. عادل امام له افلام مهمه شديده الاهميه في تاريخ السينما المصريه، عمل مع كبار المخرجين، تنوع. هذا التربع على عرش نجوميه الفن لفتره طويله هو يعني جزء من عبقريه ما وشيء اسطوري ينبغي حتى مش يعني مش التعامل معاه بس بشكل اعلامي ان هو الزعيم وان هو النجم المحبب في الوطن العربي، لكن ينبغي دراسة عادل إمام كظاهرة. وبالفعل يعني حب العرب ليه غريب، يعني في المغرب تحديدا الحقيقة وفي كل الدول العربية عادل إمام بيستقبل بحفاوة، يعني كأنه مش مجرد فنان عادي أو مش مجرد ممثل عادي. يعني عادل إمام على وجه التحديد عادل إمام شيء ونشر فعلا الثقافة مختلف. المصرية واللهجة المصرية والنكت المصرية للعالم صحيح. العربي كله الحقيقة. فهي فاحنا فكرة اختيار بنحتفل عظيم. ب 60 سنة على يعني أول عمل قام بيه عادل إمام في السينما. اللي هو ايه، فكريني يا دكتورة سناء. انا اعتقد ان اول عمل لعادل امام كان في المسرح في السكرتير الفني، ولا كان حاجه قبل؟ المسرح مع فؤاد المهندس. مع فؤاد تمام. المهندس. بس قصدي في السينما، ولا انتوا عاملين عموما في لا، الفن في عموما المطلق؟ مشواره في الفن. عادل كله عموما. امام كان في تجارب فعلا لافتة للنظر. يعني كلمينا عن الافلام المنتقاه اللي تقدمت لمهرجان شرم الشيخ واقبالها المهرجان، قد ايه في يعني افلام مهمه ومن اي دول؟ احنا عندنا مسابقة الافلام الطويلة فيها افلام يعني انا بالنسبة لي استمتعت بمشاهدتها. يعني احنا عندنا عدد كبير من الافلام الطويلة، في بعض واخد جوائز في مهرجانات دولية. عندنا افلام انا بعتبرها يعني هتبقى مفاجأة مش بس للحاضرين المهرجان، يمكن للجنة التحكيم. عندنا حوالي 17 فيلم طويل، وده عدد كبير، واغلبها من الدول وعندنا العربية كتير. حوالي 5 في افلام عرض اول. وعندنا تجربه من مصر جديده، فيلم ميوزيكال. الحقيقه تجربه تستحق يعني الاهتمام والتامل. عندنا افلام من فلسطين، عندنا من تونس افلام في منتهى الاهميه. يعني مش هتكلم على يعني المسابقه الطويله، لكن كمان القصيره، مسابقة في منتهى القوة. عندنا أفلام من كل الدول. أنا عندي فيلمين من ليبيا، اندهشت من المستوى الفني من الأفلام. يعني أنا شفت مثلا تجربتين، فيلم موريتاني وفيلم لي 2 أفلام ليبيا. وعندنا فيلم من السودان، من معهد السينما في السودان اللي هو الجديد، مدشنينه بور السودان. الافلام القصيره الحقيقه تحير. يعني احنا عندنا عدد كبير من الافلام القصيره يقارب ال 30 فيلم. ويعني برغم ان ده عدد كبير على بروجرام الافلام او البرنامج، لكن انا ارتقيت انها فرصه ان احنا نشوف الافلام المهمه دي. صحيح. بجانب افلام التحريك، بجانب افلام الطلاب اللي ايضا شديده القوه، اكتر من 20 فيلم. الحقيقه يعني انا فعلا مش عارفه لجنه التحكيم ممكن تختار ازاي. انا نفسي وانا بشوفها تحيرت يعني. طيب انا سمعت ان هيكون في مسابقه للسيناريو كمان، باعتبارك استاذه في يعني استاذه السيناريو في معهد العالي للسينما، وان مسابقه السيناريو هيكون فيها جائزه ماليه. قد ايه السيناريو مهم؟ يعني من غير سيناريو مش هيبقى فيه فيلم، مع كامل احترامي لبعض التجارب اللي بتعمل افلام من غير سيناريو. يعني طبعا طلعت برضو الظاهره دي او التيمه دي في كذا فيلم اتعمل من غير سيناريو. بس بما انك بتدرسي السيناريو فاكيد شايفه انه مهم. انا هقول لحضرتك المقوله اللي كل صناع السينما المبتدئين والمحترفين بيقولوها دايما بس ما بيعملوش بيها، اللي هي مقوله هيتشكوك: هناك 3 طرق لعمل فيلم جيد: سيناريو جيد، ثم سيناريو جيد، ثم سيناريو جيد. من غير سيناريو مفيش فيلم. ومش لان السيناريو هو الخطه اللي هصورها، السيناريو هو يعني اذا انضبط السيناريو وكتب بشكل جيد، سواء كان التنفيذ جيد او متواضع، سيضمن السيناريو الجيد فيلم معقول.
فكره الاهتمام بالسيناريو تحديدا الطويل، لان طبعا هو مكلف. يمكن في جهات كتير بتدعم الفيلم القصير، لان شئنا ام ابينا يعني زمنيه او مده الفيلم القصير بتقلل التكلفه. يعني طبعا ده مش في المطلق، يعني في افلام قصيره تكلفتها عاليه، لكن الستاندرد ان الفيلم الطويل طبعا هو مكلف، مرتبط بحركه الانتاج والتوزيع، حركه كبيره يعني. وبالتالي كل كتاب السيناريو بيعانوا في التسويق وانهم يتفرغوا للكتابه، لان الكتابه عمل مجهد. صعب جدا ان يبقى حد بيشتغل طول الوقت في اعمال اخرى ويتفرغ للابداع. مبروك بالفعل المهرجان شرم الشيخ للسينما العربية. زي ما قلنا أي حدث ثقافي أو سينمائي بنحتفي بيه في برنامجنا. أي يعني فكرة ليها علاقة بإبداع بثقافة، السينما زي ما قلنا أداة من أدوات التغيير والحراك المجتمعي. فأنا بشكر دكتورة ثناء هاشم وبشكر أستاذ فهمي فؤاد على اهتمامهم بالسينما في المطلق، وعلى أنهم فتحوا يعني أفق جديد للسينما العربية، وأن مصر تكون حاضنة لكل هذه التجارب العربية في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. وأكيد ده برضو بينشط السياحة في بلدنا. أي حدث ثقافي بيقام خارج العاصمة زي ما قال الأستاذ فهمي بيكون حاجة يعني مهمة الحقيقة كمان لتنشيط السياحة. أنا بشكر شكرا جزيلا مرة أخرى دكتورة ثناء هاشم، وبشكر الأستاذ فهمي فؤاد، وبشكركم مشاهدينا، وخليكم دايما معنا على شاشة المصرية في ثقافة وإبداع.